جدا ان عضو مجلس الشعب السيد النائب رشاد عبد الحميد عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ان هو هيسافر بره وهيبحث عن مشاكل المصريين على الطبيعه، ودي جديده. فاحنا معانا على الهاتف يا جماعه. طيب معانا على الهاتف السيد النائب رشاد عبد الحميد عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج. سيادة النائب اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. الاول انا بقى يعني في البدايه كده بتقدم لكم بالشكر على اتاحتكم لي الفرصه ان انا اشارككم هذا البرنامج، والحقيقه يعني انتوا عاملين شغل كويس جدا. واحيي كمان اخي وزميلي الاستاذ عادل رئيس الاتحاد، رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الاردن. تمام تمام. ربنا يوفقك الحاج عادل. تمام، يا رب يوفقه دايما. احنا اللي سعداء بيك يا سياده النائب النهارده معانا يعني لاول مره في برنامج الطير المسافر. وبرنامج الطير المسافر يعني من البرنامج دايما اللي في الطليعه اللي بتبقى حلقه وصل ما بين المصريين المغتربين البرنامج بتاعكم هو اللي المفروض البرنامج بتاعكم هو المخاطب الاساسي للمصريين بالخارج، يعني حتى العنوان بتاعه. تمام تمام يا فندم. تمام. يعني ربنا يوفقكم يا رب يخليك يا فندم. طبعا يا فندم يعني زيارتك الجولات الميدانيه اللي هتبقى في بعض البلدان العربيه من اجل يعني عرض شكاوى المصريين في كل مكان وبحث الشكاوى بالمعنى الاصح، يعني ده دور جميل جدا ودور مهم جدا ليكم يا فندم. هو الحقيقه برضو يعني برضو احب يعني انوه لنقطه مهمه جدا. تمام. ان كل المصريين كلهم سواء بالخارج او الداخل الامانه يعني كلهم يعني على قد المسؤوليه وعلى قلب رجل واحد وايضا اهتمامهم وتاكيدهم على انهم كلهم لازم يكونوا محتشدين امام اللجان. تمام. اثبات للعالم كله ان هم نأدي المسؤوليه وقادرين على حمايه وطنهم. تمام. لان حمايه الوطن يعني مسؤوليه الجميع. تمام. وتصويتنا واحتشادنا بلجان الاستفتاء واظهار كثافه المصريين على هذه اللجان هي كفيله ان هي ترد على كل المشككين في العالم كله ان المصريين قادرين على حمايه وطنهم بكل الوسائل القانونيه والوسائل الدستوريه. تمام. اول زياره يا فندم هتبقى فين يا سياده النائب؟ ان شاء الله باذن الله احنا هنروح، انا هروح باذن الله السعوديه تقريبا ان شاء الله على يوم 16. تمام. يوم 17 باذن الله او 18 في الاردن. تمام. على اساس ان احنا كلنا بنشتغل على التواصل مع المصريين بالخارج، مش من دلوقتي، من فتره طويله. تمام. لاحتشاد المصريين وتوضيح لهم مدى اهميه الدستور ومدى اهميه هذه التعديلات الدستوريه في هذا الوقت. تمام. لان طبعا دستور 2014 جاء في ظروف استثنائيه. تمام. وكان لابد من تعديل الدستور بما يتماشى مع حاجه المواطن. تمام. وحاجه الدوله المصريه. يا فندم زي ما بيقولوا دايما يعني الخير على قدوم الواردين. احنا كنا اعلنا في البرنامج من شويه ان كنا بننادي المصريين في الخارج، طلبوا مننا ان احنا نقول ان هم عايزين الاستفتاء يبقى في ايام الاجازات. دلوقتي وصلني خبر عاجل بيقول ان الهيئه الوطنيه للانتخابات تعلن الاستجابه لمطالب المصريين والتصويت بالخارج على 3 ايام خلال الاجازه الاسبوعيه. فده خبر بنعلنه لكافه المصريين يا فندم وانت معانا. يا عمي انا طبعا يعني بضم صوتي لصوتك وفرحتنا كلنا، وان هو برضه لابد ان يكون في ايام اجازات على اساس ان احنا كل الناس تكون مستعده لهذه الايام. تمام. الحاسمه للوطن كله. تمام. واللي هي الامانه اللي احنا كلنا لابد ان احنا نكثف هذا التواجد ايام الانتخابات على صناديق الانتخابات. تمام. لاظهار مدى اهميتنا ومدى احتياجنا للتعديلات الدستوريه في هذا التوقيت. تمام. سياده النائب انا بشكر حضرتك، سعداء بوجودك معانا لاول مره في البرنامج طير المسافر، ونتمنى لك دايما التوفيق يا فندم ان شاء الله. يا باشا الشكر ليك ولكل العاملين بالقناه المحترمه ومشاركتكم معانا، وايضا تواصلكم مع المصريين بالخارج. وبتقدم بخالص الشكر لكل المصريين بالخارج، وطبعا احنا واثقين في انهم على قد المسؤوليه، وان شاء الله المصريين بالخارج دايما
يضربون اروع الامثله يا رب ان شاء الله في الاستحقاقات الدستوريه ان شاء الله والتشريعيه السابقه، وسنظل جميعا نحافظ ونحمي هذا الوطن الذي ننتمي اليه يا مصرنا الحبيب. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لسيادة النائب رشاد عبد الحميد عضو مجلس النواب عن المصريين اللي في الخارج. يعني